السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. في الاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هنزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفكرة حلوة قوي كده، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البطاطس الشيبسي بطريقة سهلة حلوة قوي. عايزه اقولك ان يعني ما تفرقش اي حاجه عن اللي انت بتشتريه من بره، وكفايه بس نظافته، وكفايه انك واثقه منه وواثقه من الزيت اللي انت مستعملاه. فهنبدا مع بعض كده. اول حاجه هنبدا نعملها هنجيب معانا البطاطس بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا بنات ان البطاطس دي يعني انا جبتها وما طلعتش بطاطس آلية، يعني كمان لو جبتها بطاطس آلية هتكون احسن معاكي. فانا عايزه اقول لك ان اي نوع بطاطس ممكن تعملي بيه الوصفه دي، مش شرط تكون نوع بطاطس معين او نوع بطاطس تحمير، لا اي نوع بطاطس معاكي ممكن تعملي بيه. فانا بدات ان انا قطعت حبايتين كده من البطاطس، وبدات ان انا غسلتهم، وبعدين جبت قطعت الشيبس بتاعتي دي. حابه مثلا انك تقطعيها على ايدك تمام مفيش مشكله، بس حاولي ترقي على قد ما تقدري، يعني ما تخليهاش رقيقه قوي او سميكه قوي، خليها مثلا زي ما مكنه شيبسي كده بتعملها. شايفين السمك ده بيكون سمكه حلو قوي. فانا بدات ان انا قطعت الحبايتين اللي معايا كده، وبعدين اخدتهم غسلتهم كويس قوي، وبعدين جبت بوله عندي. بس يعني غلطه كده انا وقعت فيها يا بنات، خدوا بالكم منها. يا ريت لو هتجيبوا بوله مثلا تكون حاجه ستانلس، او مثلا تكون يعني حله، او مثلا او بوله ستانلس افضل، لان البوله بتاعتي دي ضفت فيها كركم وكده، فبدات ان هي يعني اما ركنت فيها البطاطس بدات ان هي اصفرت كده وغلبتني على ما طلعت منها، واللون كمان ما طلعش كله. فانتوا خدوا بالكم من النقطه دي. فانا حبيت بس ان انا اقول لكم عليها كده بحيث انكم ما تغلطوش غلطتي دي. فانا بقى بدات جبت بوله عندي، نزلت فيها بحوالي معلقه صغيره كده من الملح، ومعلقه صغيره من السكر، ورشه كده من البابريكا، ورشه من الكمون على الكزبره، وطبعا بقى معلقه صغيره من الكركم. وبدات بقى ان انا نزلت عليهم بميه سخنه، وضفت عليهم برده معلقه كده من الخل، وبدات بقى ان انا قلبت الميه كده مع التوابل والملح والسكر اللي عندي لحد ما بداوا ان هم دابوا. ونزلت بالبطاطس بتاعتي، وطبعا بقى اسيبها في المحلول ده لحد ما المحلول ده يبرد معاكي تماما. وكل شويه من وقت للتاني كده ابداي انك قلبيه، عشان زي ما انتم شايفين كده بتبدا ترقى تحت. ما شاء الله البطاطس بتاعتنا خدت لون حلو قوي، يعني احنا دلوقتي هنغسلها وهتفضل باللون بتاعها ده كده. فانا ضفت تاني، هقول لكم تاني ضفت عليها ايه. انا ضفت عليها ملح، وضفت عليها سكر، وضفت عليها كمون وكزبره وبابريكا وكركم وخل. انت طبعا تضيفي التوابل المتوفره عندك واللي يعجبك. انا ده اللي كان متوفر عندي، حابه انك تزودي توابل تمام على حسب رغبتك. بس عايزه اقول لكم ان ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. انت مثلا بقى حابه انك تضيفي عليها اي منكهات، حابه مثلا انك بعد ما تطلعيها من الزيت تضيفي عليها برضو اي طعم كده، مثلا طعم جبنه، طعم شطه، اي حاجه متوفر عندك تمام مفيش مشكله. بس ده اللي كان متوفر عندي فاستعملته، والحمد لله طلعت معايا حلوه برضو. فانا بعد بقى ما صفيتها كده من محلول النقع اللي كانت فيه، خدتها غسلتها كويس تحت الحنفيه، وبعدين بدات جبت فوطه برضو تكون فوطه كده انت ما بتستعمليهاش. الفوطه دي عندي ما تمسحش حلو قوي، فانا ببقى عينها كده مثلا اصفي عليها حاجه، احط عليها ملوخيه الكلام ده. فبدات ان انا جبتها وصفيت بقى، بدات ان انا اسفه مسحت الشيبسي كويس جدا. لازم انك اهم حاجه انك تصفيه كويس من ميته. وانت مثلا متوفر عندك وقت حطيه في مصفى وسيبيه ينشف كويس. مثلا مش متوفر عندك وقت ومستعجله زي كده، ابدا بس انك حطيها في فوطه، وابدا انك يعني امسحيها كده، يعني ابداي انك نشفيها، يعني امسحيها في الفوطه كويس هتبدا ان هي تنشف معاكي. وابداي بقى دلوقتي هنيجي على الزيت عندنا. انا حطيت طاسه هنا، طبعا نعتذر عن منظر الطاسه، بس الطاسه دي دايما انا مخصصاها للقليه كده. فانا بدات بقى ان انا نزلت بالبطاطس اللي عندي. يعني هو الافضل مثلا انك ما تمليش الطاسه على اخرها، بس انا برضو ما مليتهاش، انا حطيت في حدود المعقول كده. يعني انا ببدا احط واحده واحده، يعني اهم حاجه في الشيبس عشان ينجح معاكي انزلي بيه واحده واحده، بلاش تنزلي بكميه كده وتحطيها عشان هيبداوا يلزقوا في بعض ومش هيكون لطيف معاكي. فانا ببدا انزل بيها واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، وما بحطش مثلا واحده انا لسه منزلاها احطها على واحده تانية برضو. يعني لا، استنى لما مثلا اللي انا حطاهم دول يبداوا ينشفوا، وابدا ان انا اضيف تاني لحد بقى ما بتاخد كميه طاسه، يعني الطاسه تاخد الكميه المناسبه ليها. يعني انا عملت الحبايتين اللي معايا دول على طاستين اتنين، يعني يعتبر حطيت حبايه في طاسه وحبايه في طاسه تانية. وببدا بقى كل شويه من وقت للتاني كده ابدا انك قلبيها، بس قلبيها بالراحه عشان ما تبداش تتكسر منك، لحد بقى ما تبدا ان هي تتلون معاكي وتبدا تقرمش كده زي ما انتم شايفينها. عايزه اقول لكم ما شاء الله، اظن ان الشكل واضح جدا قد ايه هي مقرمشه وقد ايه هي طالعه. ما شاء الله والله فعلا ما فيش واحده فيها طالعه طريه، كلهم ما شاء الله مقرمشين. يعني عايزه اقول لك انك حتى لو البطاطس بتاعتك حسيتيها مثلا ان هي مش بطاطس آلية، ممكن برضو انك تعمليها صوابع
الصوابع وتعمليها بنفس محلول النقع ده هتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي. فانا بدات بقى خلصت اول طاسه كده، وهعمل تاني طاسه معاكم برضو زي ما انتم شايفين كده يا بنات. انا بنزل بيها واحده واحده، ما بنزلش بكميه على بعضها لانهم هيلزقوا في بعض ومش هيدوكي نتيجه حلوه. فانا ببدا انزل بيها واحده واحده كده، ولما بنزل في اماكن متفرقه، يعني ما انزلش بالبطاطس فوق بعضيها. حاولي انك بعدها عن بعضها كده لحد ما تبدا تتشمع. ابداي مثلا حطي في حته تانية يعني، وهكذا. اظن يعني اتمنى ان الفكره تكون واصله لكم، بس بلاش نحطه فوق بعض وهو طري عشان هيبدا يلزق في بعضه وهيديك نتيجه مش حلوه. فانا بدات بقى نزلت بباقي الكميه اللي عندي كده. طبعا ما تمليش الطاسه قوي، انت لو عامله كميه اكبر من دي بلاش تنزلي بالكميه كلها. انا عملت مثلا يعني كل طاسه كده على حسب حجم الطاسه بتاعتك، كل طاسه تاخد حبايه واحده، وتبداي بقى انك تضيفيهم وتبداي انك تقلبيها كل شويه من وقت للتاني كده، بس ما تقلبيش كتير عشان ما تبداش انها تتكسر معاكي، لحد بقى ما تلاقيها بدات ان هي خدت اللون اللي انت عاوزاه. حابه مثلا انك تتكي عليها في اللون شويه زي ما انا عملت كده، حابه انك تطلعيها لونها فاتح شويه، ده بيكون على حسب رغبتك انت تحكمي فيها طبعا، ده بيرجع لذوقك انت. انا بقى بدات ان انا كنت كل شويه من وقت للتاني ببدا ان انا اقلبها كده، ولو لقيت حاجه لزقت في بعضها بالراحه كده ببدا ان انا افككها عشان ما تبداش تضطر معايا. ما شاء الله عايزه اقول لكم طلعت حلوه قوي. يعني انا اول طاسه طلعتها بنتي كل شويه تقعد تاخد منها وتقول لي دي شيبسي مش بطاطس، فبدات بقى ان انا يعني اللي هو اخدي واحده بس وخلاص، عايزه اصور يعني التصوير هيبوظ كده على ما اجي اصور مش هلاقي البطاطس دي خالص. وهنا بقى يعني التليفون سخن معايا، يعني انا ما حبيتش ان انا مثلا ما اصور لكوش الطاسه التانية، بس كان التليفون بيسخن معايا بقى وكان كل شويه بيطفي كده، فاعذروني عن الاضاءه شويه. فانا بدات بقى لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاه كده ببدا ان انا اخرجها. هي مش محتاجه انك تخرجيها على مناديل ولا اي حاجه، ما شاء الله هي طالعه مش شاربه زيت، طالعه ما شاء الله حلوه قوي. يعني انا جبت المناديل وبعدين ركنتها تاني لان لقيتها مش شاربه زيت. يعني احنا هنغرفها مع بعض دلوقتي هتلاقوها قد ايه هي ما شاء الله حلوه قوي وفي نفس الوقت مش شاربه زيت. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه ما شاء الله عايزه اقولك يعني انت استحاله انك تجيبي الكميه دي غير مثلا في كيسين 3 عشان انك تعرفي تاخدي الكميه دي. ما شاء الله شايفينه هو قد ايه واضح وقد ايه مقرمش وقد ايه يعني ما شاء الله القرمشه باينه فيه. انت ممكن تقللي درجه اللون عن كده كمان، ده بيكون على حسب رغبتك انت تحكمي في درجه اللون زي ما انت عايزه. ما شاء الله الشيبسي واخد لون حلو قوي من الكركم اللي احنا كنا ضايفينه، وفي نفس الوقت برضو واخد قرمشه ومن الخل ومن السكر والملح بتاعه مظبوط. انت بقى حابه في الوقت ده عندك اي منكهات مثلا حابه انك تضيفيها عليها، حابه مثلا تضيفي اي طعم متوفر عندك، طعم كباب، طعم طماطم، طعم شطه، اي حاجه متوفره عندك ابداي بقى انك رش عليها كده ما شاء الله هيديكي طعم حلو قوي. بس انا استكفيت بالملح والخل اللي كنت ضايفاه ما ضفتش اي حاجه تانية. يعني تيجي تاكليه كده تحسي فيه بقى بالملح بتاعه بيكون مظبوط وفي نفس الوقت فيه مزازه للخل كده كانك بتاكلي شيبسي بالخل والملح. ما شاء الله كان حلو قوي. جربوه يا بنات بجد يستاهل بجد انكم تجربوه لانه حلو قوي. فلحد هنا كده بقى يكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم. اتمنى يا رب ان ما اكونش طولت عليكم في الرغي كتير، بس بصراحه الوصفه دي تستاهل بجد انكم تجربوها. فلحد هنا كده بقى خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت فكرتي معاكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه، ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.